بسم الله الرحمن الرحيم. أبطال 2024 أهلا بكم. معايا فيديو جديد النهاردة عن حل تمارين كرشوف من أول رقم 12 إلى حد ربنا ما يقدرنا، يعني ممكن لحد 22 أو أكتر. الفيديو السابق أنا بعتذر، كان فيه بعض الجمع، كان فيه جمع بالخطأ، فإن شاء الله نتداركه، وهو حاجة بسيطة يعني. النهارده عندي كرشوف التاني. اذكرك احنا بنعمل ايه في كرشوف وايه المطلوب منك عشان تقدر تحل صح. يا جماعه، اي مساله في كرشوف لازم هيبان لك الشكل ده، سواء شكل دائري او شكل غير دائري، يعني مش شرط يكون شكل منتظم بهذا الشكل. المهم ايه المطلوب مني؟ المطلوب مني اعرف ما هي نقاط التفرع. دي نقطه تفرع بالنسبه لي، ودي كمان نقطه تفرع. طب عندها ايه؟ عندها ممكن يكون تيارات داخله وتيارات خارجه. انا هحط اسهم في اي اتجاه مش مشكله، وسمي انت التيارات بتاعتك. هنا اسمي اي 1، هنا اسمي اي 2، هنا اسمي اي 3. ما اقدرش اعمل في اي مساله اكتر من الاختيارات دي، يعني اي مساله مش من مصلحتك انك تسمي باكتر من كده. يعني تحط نقطه تفرع، دور على نقطه تفرع، وبعدين حط عندها التيارات، افرضها انت ان لم يكن هو فرضها لك، وما تزيدش عن اي 1 ولا اي 2 ولا اي 3. ممكن تعمل هنا اختار زي ما انت عايز، اختار هنا اختار هنا اختار هنا، ده بحريتك، ده رقم واحد. دي قواعد عشان تحل كرشوف صح. دور على الدايره الكهربيه اللي عندك فيها مسارات بهذا الشكل، لازم الشكل ده يبان عندك اللي انت شايفه ده. بعد كده دور على نقاط تفرع. نقاط التفرع لازم تكون مينيمم 3 تفرعات عند النقطة، 3 ف4 فأكثر. المهم تبدأ ب3. التلاتة هتسمي عندهم تيارات. التيارات دي قد يكون هو مسميها لك أو أنت اللي تسميها. سمي تيارات عشوائية براحتك، المهم ما تزيدش عن 3 تيارات، 1 و2 و3. هنا في المخرج بتاعي اطبق عليها قانون كرشوف الاولاني، يعني هنا واحده داخله واثنين طالعين، يعني معنى كده اللي داخل اللي انت شايفه ده ان هم الثلاثه داخلين. فانت هتقول له اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 ده بتساوي صفر. طبعا لو كان واحده خارجه، انت تتعلم تعمل كشوف ازاي، يبقى انا كده كونت المعادله رقم واحد. طيب في ايه المطلوب مني تاني؟ المطلوب التاني بعد ما اخد نقطه التفرعات واجيب المعادله رقم واحد، بنفس الترتيب اجيب مسارات. المسارات بتاعتك بتعملها ازاي؟ يا عمي اعمل مسارات بهذا الشكل كده كده. مثلا داخل المسار بتاعك دي طبعا دايره مغلقه، هتروح تعمل مسار ازاي في اي دايره مغلقه؟ دايره مغلقه قد يكون هنا بطاريات، مفيش مشكله، ادي بطاريه ادي بطاريه، هعمل ان شاء الله 4 بطاريات، ما في عندي مشكله. وخد مسار كمان، المسار هعمله بالشكل ده كده، وحدد المسار بتاعك. طب المسار ده ماشي فين؟ ماشي مع عقارب الساعه اهو. طب المسار ده ماشي فين؟ عكس عقارب الساعه. طب افرض انا خدت مسار يا مستر عكس عقارب، مع عقارب الساعه، عكس اللي انت عامله، مفيش مشكله خالص، لكن هتلتزم بالمسار بتاعك. مسارك ماشي في هذا الاتجاه ومسار تاني ماشي في هذا الاتجاه، كل مسار فيهم هيعمل لي معادله. المعادله لازم اطلع التيار تحت التيار، وتيار 2 تحت تيار 2، وتيار 3 تحت تيار 3. تعالى بقى نحل ونطبق الكلام اللي انا قلته، وشوف انا بعد ما اخد المسار هاخده ازاي. روح للمساله رقم 12. رقم 12 في المسألة رقم 12 مطلوب مني في الدائرة الكهربائية الموضحة تكون قراءة الفولتميتر كام. طبعا أنا هنا لازم أطبق كرشوف، لأن أنا عندي طبعا نقطة تفرع موجودة هناك أهي، هفرض فيها مسارات. يعني نقطة التفرع اللي أنا هاخدها اللي هي دي، أفرض فيها مسار بالشكل ده. أنا طبعا مش هرسم المسألة تاني، هي مرسومة في الكتاب عندك. أفرض إن الجزء اليمين ده أسميه أي 1، وده أهو أسميه أي 2. طبعا هو مديني مسارات بالشكل ده ومديني اتجاهات أشتغل عليها. طيب ده اسميه اي 3. يبقى انا كده اخترت الايه؟ المسار الاولاني، او اخترت نقطه التفرع الاولانيه. كده انا عندي 2 داخلين وواحده طالعه. يعني ايه؟ يعني اقدر اقول له المعادله الاولى اي 1 زائد اي 2 ناقص اي 3 لانها طالعه بتساوي كام؟ بتساوي صفر. هلتزم بنفس السياق. يا ترى اروح اعمل ايه تاني؟ اختار يا سيدي مسار، ادي المسار بتاعي. اختار دايما المسار بتاعي ده اهو، ويا ريت يكون مع اتجاه دفع البطاريه. البطاريه دي ام 30 بتدفع لاعلى، يعني اختار المسار بتاعها لاعلى. يعني طالما المسار بتاعها لاعلى وما عنديش في المسار ده غير بطاريه واحده، يبقى هاخدها بالموجب واحط كده يساوي 30. حلو. طيب
ايه اللي ماشي بقى؟ هنا جهود مستنفذه زي ما علمتك في الفيديو السابق. مين اللي هيستنفذ الجهد عندي؟ ممكن يستنفذ الجهد عندي جميع المقاومات اللي موجوده في الدايره. طيب هل في مقاومات تانية غير الخمسه وغير الثلاثه؟ لا. الار الحمد لله عندي بصفر. الار بصفر. طيب نعمل ايه؟ تعال نشوف. التيار اللي ماشي في الخمسه ده قيمته اي 1، انا مسميه اي 1 ماشي في الخمسه، يبقى اي 1 في 5، يبقى نحط له 5 اي 1 هنا، 5 اي 1 زائد. طبعا المفروض ما احط الزائد ولا ناقص غير لما اتاكد من الاشاره. كل طبعا المسار بتاعي ماشي مع دفع البطاريه، طالما المسار ماشي مع دفع البطاريه وماشي مع الاتجاه بتاعك، يعني اتجاه التيار ماشي مع الاتجاه اللي انت فرضه. انا فرض اتجاه ازاي يا جماعه؟ ماشي في هذا الاتجاه مع عقارب الساعه، وكل التيار بالفعل اللي داخل في المقاومات ماشي مع عقارب الساعه، مفيش اي تيار ضدي، اذا اخده بالموجب. طب اللي هو كام؟ 5 اي 1 اخدها بالموجب ولا بالسالب؟ اخدها بالموجب. ليه؟ لانها ماشيه مع الاتجاه بتاعي اهو. تمام. طب هنا اي 3 داخل في المقاومه 3، اي 3 اللي هو ده ماشي في المقاومه 3. طيب ماشي معايا ولا ضدي؟ ماشي معايا. طب احطه فين؟ احطه ماشي معايا بالموجب، واحطه يبقى 3 اي 3، يبقى ده جهد مستنفذ اسمه 3 اي 3. طب يا مستر مفيش اي 2، احط مكانها صفر يا عزيزي. كده خلصت المسار ده. لاحظ ان انا بقول ما باخدش اكتر مسارين، يبقى انا حققت مسار وهروح احقق المسار الثاني. حققت 1 و2 الشرطين الاولانيين. نروح الشرط الثالث اللي هو المسار رقم 2. المسار رقم 2 همشي عكس اتجاه البطاريه، سوري عكس عقارب الساعه. ليه؟ عكس عقارب الساعه عندي هيديني مع اتجاه دفع البطاريه، فانا باخد اتجاه يكون مع دفع البطاريه عشان يخلي لي دفع البطاريه بالموجب. اذا انا عندي هنا 20 فولت. ال 20 فولت دولت ماشي كام؟ ماشي تيار معايا في الاتجاه بتاعي داخل في الخمسه. الخمسه دي اللي هي مين؟ تبقى 5 اي 2. اخدها بالموجب ولا بالسالب؟ تبقى 5 اي 2 وماشيه معايا اخدها موجب. سبت الاي 3 وسبت الاي 1 لان ما اعرفش لسه عنه حاجه. امشي في نفس الاتجاه بتاعي، الاقي اني ماشي في هذا الاتجاه مع اتجاه التيار بتاعي مع اتجاه المسار اللي انا واخده، وداخل في الثلاثه، الثلاثه مضروبه في الاي 3 يبقى زائد 3 اي 3. هنا طبعا مفيش اي 1 يبقى بصفر. انا كده كونت 3 معادلات صحيحه 100%. الى طالما الهدف من كرشوف يا جماعه ان انا اخد مسارات صحيحه، دايما هنتسال على المعادلات دي. المعادلات دي ممكن يكون فيها مجاهيل بطاريات نعرف نجيبها من مره واحده، يعني مش كل مره هوصل معاك لحاله ان انا ادخل ال3 معادلات في الاله الحاسبه. تعالى طبعا الحاله اللي عندي دي لازم ادخل ال3 معادلات في الاله الحاسبه عشان احصل على التيارات واقدر اجيب فرق الجهد اللي في المسار الخارجي اللي هناك ده. تعال نشوف ازاي نشتغل على المعادلات. تعال هنفتح معايا كده، هتفتح معايا الآلة الحاسبة، افتح معاك آلتك الحاسبة معاك. أنا عندي الآلة الحاسبة بتاعتي موجودة أهي على الجهاز. فنشوف كده أجيب لك المسألة تمام. المسألة موجودة وآدي الآلة الحاسبة موجودة، ونشوف هنحط إزاي. طبعا آدي المعادلات تاني معايا أهي. يا ترى هنحط المعادلات ازاي؟ طبعا نفتح الآلة الحاسبة على الإيكويشن بتاعك، هتضغط مود 5 ثم 2. المعادلة اللي عندي الآلة الحاسبة اللي عندي بشتغل عليها مود 5 ثم 2 يطلع لي الشكل اللي أنا هشوفه ده. تعال نشوف. آدي مود 5 مود، طبعا الإيكويشن بتاعي على الخمسة، وبعدين بيقول لي اختار رقم 2 اللي هم ال3 متغيرات، هيطلع لك الشكل ده. طيب وبعدين نرجع للمعادلات بتاعتي. المعادلات بتاعتك طبعا فيها واحد، هدخل كل المعاملات اللي موجوده في كل معادله. كل معادله فيها 4 معاملات. المعامل الاول عندي هو رقم واحد، اخده بالموجب ولا بالسالب؟ هتاخده بالموجب لان هو فعلا معاك بالموجب. تعال نشوف. والمعادله رقم 2 تبقى 1 يساوي، وبعدين 1 تاني يساوي، وبعدين -1 يساوي لان هو المعامل الثاني بالسالب يساوي، وبعدين 0 يساوي 0 يساوي، وبعدين 5 يساوي 5 يساوي، وبعدين 0 يساوي 0 يساوي، وبعدين 3 يساوي. دي كلها المعاملات اللي في المعادلة الثانية. وبعدين 30 يساوي، وبعد كده أروح للصفر يساوي 0 يساوي، وبعدين 5 يساوي، وبعدين 3 يساوي. آخر حاجة 20 يساوي، ده آخر
معامل في المعادلة رقم 3. اضغط يساوي هتديني قيمة الاكس ب 36 على 11. يعني ايه الاكس يا جماعة ب 36 على 11؟ يعني التيار الاولاني هيطلع لي ب 36 على 11. نسجل بقى القيمة، تبقى اي 1 هتساوي 36 على 11. طيب نروح طبعا نجيب السد بتاعته، نعرف السد هتطلع 3.27 يعني يساوي 3.27. نروح لمتغير التايم هيدينا 14 على 11، نضغط سد اللي هي اي 2 تبقى 1.27. اي 2 هيساوي 1.27. طيب نضغط على المتغير الآخر اللي هو 50 على 11 هيديني بالشكل ده 4.5، يبقى هيساوي اي 3 هيساوي 4.5. نشوف بقى طبعا عشان نتأكد من ان اجابتنا صحيحة نشوف هل يحقق لي المعادلة دي ولا لا. لو رحنا جمعنا اي 1 على اي 2 المفروض يساوي اي 3. لو جمعت 3.2 على 1.27 هيديك 4.5 بالفعل بالتقريب بالظبط. ففعلا المسألة كده تكون مظبوطة معاك. نشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. طبعا احنا طلعنا كده قيمة التيارات. بعد ما طلعت قيمة التيارات المفروض نشوف فرق الجهد اللي هنجيبوه ازاي. شوف فرق الجهد هيطلع ازاي. طبعا هو عايز فرق الجهد في المسار اللي هناك اللي فوق، فهو عايز الفي. اقول له ايه بقى؟ اشتغل بكرشوف تاني، اقول له ان في زائد، طبعا هاخد فرق الجهد مع الاتجاه بتاعي بالشكل ده يبقى لازم يساوي 30. تمام. الفي زائد، طبعا الفي انا بعتبره فرق جهد مستنفذ وباخده في المسار بتاعي، يعني انا هاخد مسار مع اتجاه البطاريه وبالشكل ده. يعني همشي ازاي؟ امشي كاني ماشي كده اهو كده. طب التيار اللي معاك ده سميته اي 1 يبقى 5 اي 1 وماشي معاك هاخده بالموجب زائد. طبعا ده هيبقى ناقص ليه؟ لان اتجاه التيار هيبقى عكسك 5 اي 2 وانت فرضه باي 2. تعالى بقى نعوض بالقيم بتاعتك، تبقى الفي بتاعك زائد الخمسة. نشوف تاني التيار بتاعك، الخمسة موجودة في التيار قيمته 3.27 والتيار التاني قيمته 1.27. تيار 5 في، شوف كده 3.27 ناقص 5 في قيمة اي 2 1.27 دي بيساوي كام؟ 30. لو اشتغلنا بالآلة الحاسبة بتاعتي تبقى 5 في 3 ب27. نضرب كده. طبعا هنشتغل بقى على المود ونرجع الآلة زي ما كانت، هتبقى 5 في 3.27 3.27 ناقص 5 في 1.27 دي بتساوي، هتساوي 10. عدي الناحية التانية، طبعا العشرة تعدي الناحية التانية، 30 ناقص 10 هنقول له كده بقى 30. اضغط تاني تبقى 30 ناقص الأنصر بتاعي هتطلع 20، تبقى فرق الجهد هيساوي 20، تبقى 20 ناقص 10. يبقى فرق الجهد بتاعي طبعا القيمه دي كلها اللي هي فرق الجهد بين الطرفين، تبقى الفي هتساوي، طبعا المقدار ده كله ب 10، تبقى الفي هتساوي 30 ناقص 10 هيساوي الكام؟ ال 20 فولت. كده المساله رقم 12 خلصت. نروح للمساله رقم 13. في المسألة رقم 13 هو طبعا هنا عايز القدرة الكهربية، نشوف هنجيبها ازاي. في الدائرة الموضحة تكون قيمة القدرة الكهربية الباور. اللي قدامك ده يا جماعة دي شكل بطاريات، يعني ما عنديش الشكل اللي موجود ده، مديك شكل البطارية ومديك الموجب بتاعها يعني اتجاه دفعها، يعني التيار هيمشي في هذا الاتجاه. طبعا بطبق كيرشوف الثاني. طبعا انا كده عندي مسارين،
وهنا ادي مسار وادي مسار. كل اللي عليا في المساله رقم 13 ان انا اخد مسارات صحيحه. فالمساله دي خد مسار مع اتجاه عقارب الساعه، فالاقي ان المسار مع عقارب الساعه الاقي فرق جهد الواي تبقى في واي مجهول مش عارفه لو مشيت مع عقارب الساعه كده. طيب فرق الجهد الواي طبعا عندك 4 فولت اللي هي البطاريه الثانيه دي، البطاريه دي بتدي 4 فولت والموجب بتاعها عكس اتجاهك، يعني دفعها هيكون عكس اتجاهك. انت ماشي ازاي؟ ماشي مع عقارب الساعه، هي بتدفع ازاي؟ عكس عقارب الساعه، يبقى اخدها بالسالب، يبقى ناقص الاربعه بتساوي مين؟ المسار ده ما عادش فيه اي بطاريات يبقى بيساوي صفر. اذا الفي واي طلعت بتساوي كام يا جماعه؟ بتساوي 4. بمجرد النظر تعرف تجيب الفي واي لو طبقت الكلام بالمظبوط. تعال نشوف رقم المسار الثاني. المسار الثاني اختار برضو اتجاه زي ما انت عايز، اختار برضو مع عقارب الساعه لان الاثنين بيدفعوا في نفس الاتجاه بتاعك. لو اخترت الاتجاه بتاعك هتلاقي طبعا دي البطاريه كي تبقى في كي اللي هي ب2 ماشيه في اتجاهك، زائد البطاريه الثانيه اسمها في اكس وبتدفع في اتجاهك ما انتش عارفها في اكس بكام، والبطاريه الثالثه اللي بتدفع عكس الاتجاه بتاعك دفعها، انا باخد اتجاه الدفع تبقى ناقص كام؟ انت ايه جبت كام؟ 4. يبقى ده كله بيساوي الصفر. صف المعادله ديت تبقى في اكس ناقص الاثنين هتساوي صفر. اذا في اكس اللي هي البطاريه اكس هتطلع ب2 بالموجب 2 فولت ودي 4 فولت. طيب ماشي، ايه اللي هو عايزه بقى؟ عايز الباور بتاعت الاكس والباور بتاعت الواي. عشان تجيب باور بتاعت مثلا الاكس خدها بالترتيب لازم اضرب الفي في الاي بتاعها. طب الفي انت جبته بكام؟ ب2. طيب الاي بتاعها بكام؟ نروح للباور اكس. فين الاكس؟ اهي داخل فيها 2 امبير تبقى هتساوي 2 في 2 ب 4 واط. نروح للباور بتاع الواي. الباور بتاع الواي هتقول له في اي برضه، بس اللي خاص بمين؟ بالواي يا جماعه. ده واي ده واي ده اكس ده اكس، لو انا نسيت انت ما تنساش. نروح للباور بتاع الواي. انت جبت الباور بتاع الواي عندك هي ب طبعا ب4 مضروبه الفي بتاعها مضروبه في التيار اللي ماشي فيها ب3 هيطلع لك 12 واط. بكده يبقى مساله رقم 13 اتحلت. لو انت خدت المسار بالسليم انت اكيد هتحل صح. خد المسار لو اتجاه دفع البطاريه معاك في اتجاهك خده بالموجب، لو اتجاه دفع البطاريه في عكس اتجاهك اللي انت خدته نزله بالسالب، ودايما لازم يكون بعد علامه اليساوي. لو المسار بتاعك ما عندكش فيه غير بطاريات يبقى اجمع البطاريات وسويها بصفر، اللي معاك خده بالموجب واللي ضدك خده بالسالب. طب لو المسار بتاعي ما فيهوش بطاريات وفيه مقاومات يا مستر، برضو التيار اللي ماشي في المقاومه هيعمل جهد، هذا الجهد في نفس اتجاهك او التيار في نفس اتجاهك خده بالموجب، لو التيار عكس اتجاهك خده بالسالب. اذا الموضوع سهل جدا يا جماعه من غير ما نروح نحفظ قاعده اشارات زي ما موجود في الكتب، مع احترامي الشديد لكل الكتب، بس الناس بتعلمنا احنا بنختار الشيء البسيط. تعال نروح للمساله رقم 14. صفحه ثانيه. في المساله رقم 14 شوف الدنيا هتمشي ازاي. رقم 14 الشكل المقابل يمثل جزء من دايره كهربيه. نحاول نرفع الشكل لفوق شويه. ده دايره كهربيه جزء من دايره فتكون قراءه الفولتميتر كام؟ عايز اشوف قراءه الفولتميتر. عشان اجيب قراءه الفولتميتر يا جماعه لازم اعرف تيار المقاومه ار، وكمان لازم اعرف المقاومه ار. تعالى ناخد مسارات. كل مره لما تلاقي كرشوف بيسال عليك حاجات كتير جدا. خد مسار مع اتجاه دفع البطاريه، يعني خد المسار ده عكس عقارب الساعه عشان البطاريه بتدفع عكس عقارب الساعه، اقوم اخدها بالموجب يبقى هنا 20. ادي اول حاجه. مشيت مع دفع البطاريه فرضت تيار اسمه اي في ار، يبقى هنا اي في ار ما اعرفوش، ادي اي في ار. خدته بالموجب ليه يا مستر؟ لانه التيار بتاعي انا همشيه كده واسمه اي في ار. طيب تمام. القيمه الثانيه طبعا الاي في ار هو مديهولي، يعني انا ما خدتش بالي اهو، مديني واحد اهو. الواحد ده اعرف ان هيمشي لك كده ويمشي لك في المقاومه ار، يعني الواحد في ار، يعني ده اعتبره واحد، يبقى 1 ار، يبقى ده 1 ار. ماشي في مين؟ الواحد هيقابل الاثنين يدخل لي في الخمسه، ما هو منطقي طبقا لكرشوف الاولاني. يعني هنا واحد قابل الاثنين هيروحوا فين؟ هيمشوا في الخمسه، يعني واحد واثنين دول ثلاثه يمشوا في الخمسه وماشيين في الاتجاه بتاعي، يبقى يديني 15 فولت، يبقى دي 15. طيب كده ار زائد 15 تديني 20، تبقى الار تطلع ب5 اوم مره واحده. كده انا عرفت قيمه الار. طيب
انت عارف التيار وعارف قيمه الار، اذا فرق الجهد بتاعي بيساوي الاي في الار اللي هو بيساوي 1 ضرب الخمسة، تطلع لك 5 فولت. يبقى اختار الاختيار 5 فولت. نروح للمساله اللي بعد كده اللي هي رقم 15. نتاكد بس ان هي واضحه معايا. المساله رقم 15. برضو هنا مديني برضو اكيد هناخد مسار. المسار بتاعك زي ما انت شايف هنا تيار داخل اسمه 2 امبير، وهو عايز قيمه الايه البطاريه. داخل تيار 2 امبير وهنا داخل تيار 1 امبير، دي نقطه تفرع يا جماعه. يبقى ال 2 امبير وال1 امبير، ال 2 امبير وال1 امبير هيمشوا في الثلاثه تاني كده، طبعا هيمشوا كده في العشرة سوري. يبقى ال 2 امبير وال1 امبير هيمشوا لي في العشرة. طيب التيار اللي داخل هنا بقى كام؟ 1 امبير. طيب يعني كده نقدر ناخد مسار. المسار ده هيطلع لك فيه مين؟ دي رقم 15. المسار بتاعي فيه بطارية واحدة اسمها في بي، وهتدفع في الاتجاه بتاعي اللي انا واخده، لانها تدفع في اتجاه عقارب الساعة، وانا هاخد مسار في اتجاه عقارب الساعة. يبقى اتجاه دفع البطارية مع اتجاه اللي انا فرضته من غير ما اكتبه كمان. انت هتمشي مع عقارب الساعة والبطارية بتدفع مع عقارب الساعة، يديك في باتري بالموجب. طيب فين الجهود المستنفذة؟ استنفذت 1 في 5 بالموجب، تبقى 5 فولت. احط زائد ولا سالب؟ احط زائد، لان اتجاه التيار الاثنين والواحد الثلاثه هيدخلوا لي في العشره، تبقى 3 في 10 هتطلع 30. تبقى الفي باتري 3 في 10 في 30 زائد 5 تديني 35. طبعا لسه في كمان الاتجاه بتاعي ده، خلي بالك في كمان 15 اهو. ده كمان التيار ده واحد مضروب في كام؟ في ال 15 زائد 1 في 15 ب 15. اجمع الكلام ده تبقى 5. 3 في 10 ب 30 تبقى 35 و15 تطلع لك الفي باتري بتساوي 50 فولت. وده اللي هو عايزه. تبقى الفي باتري الاختيار رقم د ب 50 فولت. رقم 16. نروح لرقم 16. في رقم 16 برضو الشكل المقابل يمثل جزء من دائره كهربيه، فان مقدار القوه الدفع الكهربيه في باتري بتساوي كام؟ الموضوع بقى اسهل من السهوله. اختار. طبعا هنا اختلاف لي شويه، مديك بطاريتين، ما تخضش لما مديك بطاريتين. نعمل علامه يساوي واختار لك اتجاه. هتمشي ازاي يا بطل؟ امشي مع عقارب الساعه. طب واحد يقول لي عايز امشي المره دي عكس عقارب الساعه، ما فيش مشكله، امشي عكس عقارب الساعه كده. الله يا مستر هتبقى الفي باتري عكسي، ما فيش مشكله، خدها بالسالب. يعني ال 12 هتبقى معايا، تبقى ال 12 معايا بالموجب. ليه؟ لان همشي عكس عقارب الساعه، همشي في هذا المسار كده. طب لما تمشي عكس عقارب الساعه يظهر لك ال 12 بالموجب والفي باتري بالسالب، تبقى ناقص في باتري. يساوي مين؟ الجهود المستنفذه اللي عندي. تعال نشوف مين الجهود المستنفذه. انت ماشي عكس عقارب الساعه، اللي ماشي معاك خده بالموجب. ماشي 2 في 4 ب 8، يبقى 8 بالموجب. جبت ال 8 منين يا مستر؟ الاثنين حضرتك مضروبه في الاربعه تديك جهد بالموجب لانه ماشي معاك. طب الواحد ماشي ضدي بس داخل في الاثنين، تبقى ناقص كام؟ ناقص الاثنين. 8 ناقص 2 تبقى 6 بتساوي ال 12 ناقص الفي باتري. طبعا الفي باتري في هذه الحاله تطلع ب 6 فولت. اعمل معادلتك وراجعها تاني هتلاقيها مظبوطه. رقم 17. تعال نشوف رقم 17. في رقم 17 عزيزي طبعا الدايره قدامك برضو اهي. بيقول لي في الدايره الكهربائيه الموضحه بالشكل اذا كان فرق الجهد بين النقطتين A و B يساوي 4 فولت. فرق الجهد بين النقطتين A و B، لو انا رسمت الدايره بمنتهى السرعه كده، تعال نشوف ارسمها صغيره كده، وحاطط لي نقطه هنا ونقطه هنا. النقطه دي طالما قال لك فرق الجهد فيها بصفر اعمله كده. وعندي هنا بطاريه ب 5 فولت بتدفع في هذا الاتجاه ومقاومه 10 اوم، وعندي هنا بطاريه بتدفع في هذا الاتجاه اهو، مقاومتها ومقاومه وراها 4 اوم. دي المساله رقم 17. تاني كده انا عكست، لا ممكن انا عكست معلش. رقم 17 اللي تاني. في رقم 17 يا جماعه مديني بطاريه تاني ارسمها، وعندي نقطة مديني فيها فرق جهد. الفرق الجهد ده أنا هرسمه بالشكل ده، ده 4 فولت، ده 4 فولت. وآدي بطارية عليها 5 فولت ومقاومة 10 أوم. المقاومة 10 أوم ديت معاها تاني بطارية من تحت أهي عليها 2 فولت ومقاومة وراها كده بالشكل ده في رقم 17 عليها قيمة R.
عليها ار. تعالى ناخد المسار، نفرد مسارات ونشوف هنشتغل ازاي. انا كده عملت الدايره. تقول انت عقدت الدايره يا مستر؟ لا، لهدف. هنشوف انا هعمل ايه. في المسار الكبير بتاعي ده هتلاقي عندي بطاريتين اهي في المسار. ادي بطاريه وادي بطاريه. البطاريه دي ب5 بتدفع في هذا الاتجاه. لو خدت اتجاه مسار، هذا المسار يكون مع عقارب الساعه ولا ضد عقارب الساعه، كيفك. انا هختاره مع او ضد عقارب الساعه، وهاخد المسار اللي فوق ده كده. يعني ايه؟ يعني احسب فرق الجهد معايا. ليه؟ هيظهر لك تيار اسمه اي موجود في ال10. يعني انت ما عندكش تيار، افرضه انت اسمه اي، يبقى انت في المسار ده مش موجود عندك غير 5 فولت. المسار اللي فوق بعد ما حطيت البطاريه يا جماعه، يعني المسار ده اهو بعد ما حطيت البطاريه كده، يبقى ال5 معايا. موجود معاك مين بقى؟ موجود معاك التيار بتاعي اللي هيمشي في اتجاهي اللي هو مضروب في ال10، تبقى اي ضرب 10، تبقى 10 اي في 10. زائد ولا موجب؟ زائد فرق الجهد اللي هو مديهولي اللي هو 4. يعني انا باخد فرق الجهد اللي هو عطولي ب4 عشان اجيب قيمه التيار. تبقى ال10 ال4 هتعدي الناحيه الثانيه يدي لك كام؟ 1. وهنا 10 تبقى 1 على 10، يعني تساوي 1/10، ده قيمه التيار. يبقى انا كده نجحت في المسار الاولاني اللي انا فرضه ده، ان انا جبت التيار ب1/10. طيب اعمل ايه بالتيار؟ روح بقى للمسار الكبير خالص كأن ما كانش عندك فرق جهد. المسار الكبير انا كده عرفت ان التيار ب1/10. هتلاقي عندك كام بطاريه؟ بطاريه بتدفع معاك وبطاريه بتدفع ضدك. انت واخد اتجاه مع ضد عقارب الساعه، البطاريه الثانيه بتدفع مع عقارب الساعه، هتخصمهم. يعني هتقول له 5 ناقص ال2. طيب فين بقى المسارات بتاعتك؟ انت ماشي 1/10 في 10 يبقى 1 امبير، 1 فولت، يبقى دي 1. طيب وانت ماشي كده، خلي بالك انت ماشي كده، الواحد ماشي في مين؟ ماشي في الار. طبعا التيار ماشي في هذا الاتجاه، ماشي في الار، تبقى زائد الار. يبقى انا كونت من 5 ناقص 2 ب3، وال3 هعدلها 1 من الناحيه الثانيه، تبقى الار هتطلع لي ب2 تقريبا. لا شوف تاني، هنعيد معلش، نعيد تاني. الار نعيد، تبقى ال1 في 2 دي ال1 في 10، تبقى 1/10 في 10، تطلع لي 1 زائد ال1/10 في ار. خلي بالك سوري، انا ضربت دي 1/10 في ار، يعني 1/10 ار، يبقى ده 1/10 هيطلع ب2، تبقى الار هتساوي 20. تبقى اذا ار هتطلع 20. دي 1/10 يا جماعه، ار بتساوي 2، تبقى ار تطلع ب20. وارد ان احنا برضو نجمع بالخطا، تبقى ار تطلع ب20 والقيمه الاجابه بتاعتي د. نروح للمساله رقم 18 ونأكد ونركز. مساله رقم 18. في المساله رقم 18 نشوف رقم 18 ايه اللي عندي. في الداله الموضحه بالشكل، اذا علمت ان قيمه ار 7.5 فان فرق الجهد بين النقطتين A و B. خلي بالك لو انا رسمت المساله بالشكل ده